السلام عليكم، اهلا وسهلا متتبعات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده واحسن الاحوال. في هذا الفيديو بغيت نشوف معكم واحد الاكله اللي هي مشهوره عندنا في المنطقه الشرقيه وخصوصا بمدينه وجده. واحد الاكله اللي كانت زوينه وكيبغيوها سورتو الوجاد عندنا بزاف. واحد الاكله اللي هي سميتها كران، وكنديرها عندي في داري بزاف لان هي اكله مفضله عندي، كتعجبني المكونات ديالها بساط بزاف. وراه الحال بارد زعما الصراحه كتجي زوينه لان كتكال سخونه. المهم المكونات ديالها بساط. غادي نقول لكم المكونات ديالها. كاين كران، كنحتاجوا الحمص مطحون. الحمص المطحون ها هو، بعد ما شديته وغربلته كناخذ انا زلافه كتعطيك 250 غرام ديال الحمص المطحون. يكون مطحون مزيان، كيتباع عند المطحانات، كيتباع عند كيتباع في لي ماغازان سورتو. المهم كتشدي زلافه بما يعادل 250 غرام، كتغربليها مزيان باش كتحيدي منها الا كانوا فيها شي زوائد. كنحتاجوا بيضه كامله، شويه ديال الملح حسب الذوق، بغيتي ديري الملح ما بغيتيش ديريه، المهم كيبقى على حسب الاختيار. كنحتاجوا، انا عندي هنا خماره ديال 11 غرام، غادي ندير غير شويه منها، غادي ندير النص. الا كانت من الاحسن ديروا خماره وحده ديال 7 غرام، انا عندي 11 غادي ندير غير شويه منها. وغادي نحتاجوا كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاجوا الماء. المكون الرئيسي ديال الكران هو الماء. هاد الزلافه اللي عبرت بها الحمص المطحون كنعبر بها 3 ديال الزلايف ونص ديال الماء. ها هو راه جيسبر تبالكم القرعه عامره، لانه خصو يجي جاري بزاف باش ملي يطيب ما يجيش مدقس، يطيب زوين. هي غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال الطياب. بون غادي نبداو على بركه الله. في هذه المرحله اللي راني كنشارك معكم المقادير ديجا راني شعلت على الفران باش يسخن، لانه خص الفران يكون فيها سخون بزاف. بون شعلته على 180 دوغري، وغادي نخلط هاد المكونات في الخلاط الكهربائي. هنا في هذا الخلاط الكهربائي كنخلطوا كلشي، كنطحنهم، وغادي نتلاقاو تطلعوا باش نوريكم كي جا. هاني هنايا درت في الخلاط الكهربائي ديالي المكونات اللي هي 250 غرام ديال الحمص المطحون ومغربل، خميره حمراء ملوح 7 غرام، كاس ديال الزيت النباتيه وبيضه، شويه ديال الملح. ودرت هذوك العبار ديال الماء اللي كنت قلت لكم، زلافه اللي كنعبر بها الحمص المطحون، درت فيها 3.5 ديال الماء. المهم جاتني ليكيفالون ديال هاد القرعه هادي كامله درتها، وراني غادي نخلطها هنا في الخلاط الكهربائي، وغادي نوريكم لا تيكستور ديالو كي كتجي. ها هو الخليط بعد ما خلطناه في الخلاط الكهربائي ودرتو في هذا المول. ها هو كيجي جاري بزاف، يعني كيجي جاري. هو غادي يطيب، غادي نطيبو، كياخذ لي في الوقت ما بين 30 حتى ل 40 دقيقه ديال الطياب. كنطيبو من التحت، وكمي كنحس به شد راسو مزيان كنولي نشعل عليه من الفوق. بون كي غادي يطيب مزيان وغادي نوريكم في التالي كي كنقدموه. واخيرا البنات، ها هو كران ديالنا وجد. جيسبر يعجبكم، جيسبر تعجبكم الطريقه. كنقطعوه كنديروه في ديزاسيت، كنقدموه مع الكمون والملح وشويه تاع الحار نتاع الفلفله مع السودانيه، وكناكلوه. وسوا ديريه مع اتاي، سوا ديريه مع عصير تاع السيترون بارده. راهم الناس اللي متبعيني من وجده راهم يعرفوا بارده. وشكرا لكم وتحيه لكم كبيره بزاف. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وابوني وبارطاجي مع الاهل والاحباب. شكرا.